السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم إن شاء الله راح نسوي حلا بارد ويسرسح على القلب بالصيف، حلا جدا لذيذ. أنصحكم إنه تجربونه. خلينا نبدي بالمقادير وطريقة التحضير. بالبداية راح أحتاج إلى لتر من الحليب و3 معالق كبار من النشا، وراح أحتاج إلى ملعقة ونص من الطحين، وراح أضيف نص كوب من السكر. هنا أنا عندي ربع كوب عليه ملعقة من الكاكاو الخام المر. وأكيد يعتمد طيابة هذا الحلا على نوعية الكاكاو، ضروري تكون نوعية طيبة واللي انتم تحبونها. وضفت وياهم ملعقة صغيرة من النسكافيه. راح أخلطهم على البارد، جدا ضروري نتخلص من كل الفتات ونلاحظ إنه كل شي اندمج وذاب ويا الحليب. أخليه على نار متوسطة وأستمر بالتحريك لحد ما يسخن عندي الخليط، وشوية نعطيه غلبتين حتى نتخلص من نكهة وريحة النشا والطحين. وبعدين نطفي عليه ونخليه على صفحة بعد ما يغلي ويكون قوامه ثخين بهذا الشكل. بعد ما كملنا راح أضيف عليهم ملعقة صغيرة من الزبدة أو مكعب من الزبدة، وراح أضيف عليهم كم لوح شوكولاتة. طبعا أيضا لوح الشوكولاتة نوعيته وطيابيته أيضا راح يغير لنا من نكهة هذا الحلا، ولازم يكون نوعية جيدة. وراح أضيف تقريبا نص علبة قشطة، تقريبا ربع كوب من القشطة، وراح أخلطهم كل زين. وهيك شوفوا القوام مالت الشوكولاتة، صوص الشوكولاتة صار يجنن. شوفوا القوام مالته وشلون يلمع. وهنا راح أحتاج إلى أي قالب انتم تحبونه. أنا استعملت هذا قالب التوست، غلفته بلايلون. راح نحتاج إلى بسكت، أي بسكت انتم تحبونه، يا أما بسكت شوكولا أو بسكت سادة. ذوبت شوية من النسكافيه وراح أخلي عليه. أول شي صفطت شوية من البسكت بقاع القالب، بعدين ضفت عليه النسكافيه. هنا أنا بقية البسكت راح أكسرهم بهذا الشكل إلى قطع كبار، وبعدين راح أضيف عليهم أيضا شوية من النسكافيه. ذوبت مرة ثانية وخليت عليه حتى يكون عندنا نكهة النسكافيه موجودة بداخل هذا الحلا. وهسه بعد ما ضفنا النسكافيه نخلطهم خلطة سريعة. وهسه راح أضيف صوص الشوكولاتة اللي يجنن واللي يلمع. ضفت الكمية اللي حسيتها مناسبة، وبعدين خلطتهم كل زين لحد ما يتلابس كل البسكت ويا صوص الشوكولاتة. هسه راح أضيف الخليط على بالداخل القالب، وشوية أضغط عليه حتى ما يصير عندنا فراغات من الداخل ويكون شكله كلش مرتب. هنا أنا ضفت شوية من الشوكولاتة بالفوق حتى يكون شكله حلو. وبعدين خليت شوية من البسكت حتى إنه ما ينشف من فوق. هسه راح أدخله للثلاجة أقل شي 2 أو 3 ساعات حتى يكون بارد ويسرسح على القلب لما ناكله. طبعا بقية الشوكولاتة أيضا تقدرون تستخدمون نوع ثاني من الحلا. أول شي راح أجيب كاسات صغار، راح أخلي بيهن صوص الشوكولاتة اللي يجنن. تقريبا هو مثل الدانيت، يخبل. أنصحكم تجربونه كلش طيب. بعدين هنا أنا طحنت بسكت ناعم وخليته من فوقها، تقريبا صارت مثل تراب الملوك بس تختلف. راح أخلي الكمية اللي أحسها مناسبة على داخل الصحون. وهسه أيضا أدخلها الثلاجة همين 2 أو 3 ساعات. هنا أنا بعد ما بردت الحلا راح أطلعه وأخليه أقلبه بداخل الصحن. وشوف شلون يتوخر عندنا بسهولة لأنه إحنا ضايفين له ستريتش اللي هو العلون الغذائي. وهنا أنا شلون ينشال بسهولة، وشوف شلون طلع عندنا القالب متماسك ويجنن. بالنسبة للشكل راح تقدرون أيضا تزينونه بقناش مع شوكولاتة. راح تحتاجون إلى كمية من الشوكولاتة الجامدة وشوية من كريمة الطبخ أو أي قشطة متوفرة عندكم، تخلطونها أو تخلونها بأعلى الحلا، أو تقدرون مثل ما أنا سويت تخلون عليها كاكاو باودر. هسه راح أقطعها وشوفوا لي الشكل مالتها شلون يجنن. جدا رهيبة
كلش سريعة مثل ما شفتوا، تقدرون تحضرونها بنفس اليوم وتاكلونها بنفس اليوم. باردة وراح تفاجئون بها عائلتكم. جدا لذيذة وأبد ما راح تفشل عندكم، إن شاء الله راح تنجح عندكم من أول مرة، وراح تعتمدونها بالصيف لأن جدا باردة وأيضا جدا لذيذة. والقطعة مالتها أيضا تكون أنيقة، وأيضا ترهم للضيوف إذا يكون عندكم ضيف مفاجئ، جدا جدا مناسبة. وأيضا بالنسبة إلى الكؤوس اللي سويناهن، الشكل مالتها بعد أحلى وأرتب. شوف شلون القوام مالتها، تحسونه مثل الدانيت من جوا الشوكولاتة، الصوص يجنن ويصير يذوب بالفم. ولهنا خلص عندنا الفيديو، أتمنى يا رب يعجبكم. لا تنسون من اللايك والشير، ومع ألف سلامة، وأشوفكم فيديوهات جديدة ووصفات جديدة. لا تنسون من اللايك والشير فضلا وليس أمرا. مع ألف سلامة.